السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نبغيكم تكونوا بخير وعلى خير بحوال جيده يا رب. نتوما كتشاهدوا في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نوجد معكم المقروط ان شاء الله باذن الله. المقروط ديال التمر وما غاديش تقليه في الزيت، غادي ندير في الفران، كيجي زوين بزاف واقتصادي وبنين بنين بنين. خليكم معايا تشوفوا المقادير. كما كتشوفوا معايا عندي كيلو ديال السميده. ها هما السميده، ماشي الفينو، السميده اللي كنديروا بها الحرشه، راه ماشي الفينو. نتوما الكميه كتبان على حسب شحال بغيتو، واش كديروا بزاف ديال المقروط ولا ديروا غير شويه، ولا انا دايره هنا كيلو. نغربلوها ضروري تغربل. شوفوا هاد الصفايه واش غتغربل لينا. هذا المقروط ديال الفران الصراحه كيجي زوين واقتصادي، راك عارفين دابا الزيت تبارك الله غاليه. هو صراحه اصلي في الزيت، ولكن درنا في الفران وجربوه الناس بزاف وجربته انا دائما دابا كنديرو في الفران صراحه، ما كنبقيش في الزيت، كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. نزيدو نكملوا عاوتاني. كاين اللي كيدير هاد السميده هادي وكيزيد معها هاديك السميده اللي غليظه اللي كيديروا في الكسكسو، كيزيد معها واحد نص كاس. انا صراحه عمري ما جربتها، كنخاف يجي يابس، ما عمري ما جربت انا هذيك ديال الكسكسو مع هذه. كنبقاو بحال هكا حتى كنغربلوها كامله. راه نقيه ما فيها والو. كنزيدو معاها هنايا كاس ديال الزبده والزيت مخلطين، كاس ديال العنبه فيه الزبده وفيه الزيت مخلط، كنكبوه كله. قريصه ديال الملح، ضروري قريصه ديال الملح. الحلويات كلهم غير شويه هكا كنخلطوه هكا بيدينا. كنبقاو كنديرو بحال هكا، كنبسبسوه كما كيقولوا بحال هكا. ضروري هاد العمليه بحال هكا، هادي ضروريه هادي باش كيجي هشيش. الصراحه كيعجبني، كيجي زوين وبنين، انا ما كيحيدش من الدار. كتبقى ديري بحال هكا شويه بشويه بشويه حتى كتدخل ديك الزبده وديك الزيت في هاد السميد كما قلت لكم. وكيجي ملي كيطيب كيجي مرمل، كيجي زوين في المذاق، ولا ملي كتاكلو في الفم كيذوب. كديروا بحال هكا. وكما راكم عارفين دابا راه المعسلات في رمضان ان شاء الله باذن الله. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه طول العمر لنا وليكم. كيبغي المعسلات نبقاو مستمرين بحال هكا حتى كتشوف كاع الزبده والزيت. هانتوما كما كتشوفوا بحال هكا. غادي نديرو هنا خماره فئه 8 غرام. كاين اللي كيدير الخميره ديال الخبز، انا صراحه ما كنديرهاش، كاين اللي كيدير واحد شويه غير رويصه ديال الخميره ديال الخبز. غادي نديرو هذه بنكهه ديال البرتقال ديال الزهر. غادي نديرو معلقه ديال الخل. هنا عندنا 2 معالق ديال الفرص، 2 معالق، معلقه كبيره هادي 2. غادي ندير معلقه ديال السنيده. هي الصراحه ما الا كنت غتقلي في الزيت ما ديرلوش السنيده، حيت غادي تحمر في الفران. غير معلقه غير باش كيعطي ديك التحميره ديك اللون وصافي. حيت العسل ملي غديرو في العسل غادي يولي حمار. نخلطو هادشي. هاديك 2 معالق ديال الفرص بالنسبه للمبتدئين باش ما يتهرس ليهمش. ما كاين كيجي هشيش بزاف، يقدر يتهرس ليهم في الفران ولا في الزيت، بالاخص في الزيت. في الفران ما يتهرس ليهمش،
في الزيت ديك معالق ديال الفرص مزيانين. هنا عندي كاس كبير ديال الماء وفيه 2 معالق ديال الماء زهر، كفاه هو هذاك مابقاش غتزيدو. المهم هنا 2 معالق ديال الماء زهر والماء دافي شويه غادي نديرو وغنشوفو. هو مخصوش يجي خفيف، كيجي العجين مازال شويه شاد في راسو. نتوما كتشوفوا مع السميده كتشرب، ديروه حتى يبان لكم تشربوا نتوما مازال كتخدموا. زيدوا شويه الماء ماشي مشكل. انا هنا غنزيد شويه حيت راه مازال القصحه كما كتشوفوا. ها نتوما غنزيد واحد شويه، غير شويه. هانتوما شحال زيت؟ تقريبا 2 معالق. ما تعجنوش، غير بصبع عليكم هكا، مخصوش يتعجن. صافي خليك شويه ديال الماء فيه صافي. هانتوما كما كتشوفوا ما قاصحاش وما خفيفاش. صافي كتخليوها ترتاح على ما توجدوا التمر. صافي من بعد ما عجننا السميده وخليناها ارتاحت شويه. التمر عندي هنايا التمر كما كتشوفوا، عندي فيه معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال الزبده ما مذوباش، الزبده عاديه. كتعجنيهم مزيان وكتحطيهم، كتبقى ديري بحال هكا، بحال بالطوال بحال هكا، القياس اللي بغيتي كتري ولا ديري شويه ولا ديري بحال هكا في وسط من العجينه. ديري بحال هكا وكتجمعوا بشويه بحال هكا، سدوا عليه مزيان باش التمر ما يتحرقش. ديروا بحال هكا. هانتوما شفتوا سدوا قرصوا عليه مزيان بحال هكا العجينه. هانتوما كديروها تجيبوها عاوتاني بحال هكا. ديروا شويه ديال السميده بحال هكا في سميتو هكا. نتوما كتزيروا بيديكم باش ما يتحلش. نتوما كديروا بحال هكا، نديروها قد قد، ما ديروش واحد الجهه غليظه واحد الجهه رقيقه. حاولوا تخرجوا من الوسط لبرا هكا وضربوا عليها شويه بيديكم، ضربوا عليه مزيان هكا. نتوما تشوفوا مع الخماره غادي تنفخ، وانتوما كتصايبوا بيديكم. صراحه هو عنده واحد الطابع ديالو خاص به زوين، لكن انا ما عنديش. ان شاء الله دابا نشريه. نديرو بحال هكا مزيان، وكنديروا واحد الموس ديرو في السميده. قطعوا القياس اللي بغيتو، كاين اللي كيبغي كبير كاين اللي كيبغي صغير، كل واحد وكيفاه. نتوما كما كتشوفوا هاد التمر الصراحه كيجي واعر زوين. وكتستمروا بحال هكا حتى كتكملوا الكميه كلها. نتوما كما كتشوفوا واحد الريحه في هاد التمر ما نقولكمش واعره. نتوما كديروا بحال هكا بيديكم، كتسقموه مزيان، كتحطوا هكا في الصينيه. نتوما كما كتشوفوا في الصينيه حطوه بحال هكا. كاين اللي عنده ديك النقاش اللي كينقش بحال هكا، اللي كيتنقش كيجي زوين. والصراحه انا ما كاينش في الدار لي كبير وانا كنقلب ما لقيتوش الصراحه، نقولها لكم. بحال هكا كديروا حتى كتساليو الصينيه كلها. الفران يكون سخون مزيان، عندي الفران ديال الغاز يكون سخون مزيان. كاين الفران ديال الضو 180 درجه يكون سخون مزيان، وتحطوه. ومنين تشوفوا صافي الصينيه سخنت شويه نقصوا الفران، خليو الفران مهيل وخليوه يطيب شويه باش يطيب حتى من الداخل، ما يطيبش غير من برا ويبقى من الداخل. وصافي كتحيدو وكدير في العسيله. المهم كملوا معايا حتى لاخر الفيديو وغادي نشوفوا ان شاء الله. صافي دابا بعد ما طاب المقروط ديالنا حنا وجدناه عسلناه، درتو في ديك العسيله. كتخليه في العسل مده طويله شويه باش كيشرب العسل مزيان، كيجي معلك من الداخل، كيجي بنين. سميتو اللي بغى يخليه يبات في العسل يبات في العسل، ما عندكش مشكل. الا بغيت باش ما كيطول في العسل كيجي زوين، كيجي غزال. ودير شويه الجنجلان من الفوق، ولا بغيت ما ديروش ما ديرلوش. انا درت شويه درتو شويه خليته ما درتلوش. الصراحه كيجي واعر معسله زوينه بزاف، اللي اقتصاديه ما فيهاش شي مقادير بزاف. وما تخليش وليداتك بلاش. هانتوما شتو العسل اللي طيبت معكم هي هذه كيف قصاحت. هذه هي العسل اللي وجدت معكم. ها هي شتو كيف جات غزاله العسل، كتحمق تبقى هكا ما كتقصح ما والو، هكا كتبقى. وديك المذاق ديال القشور ديال الرمان والحامض كيجي فيها زوين بزاف. سمحوا لي على الصوت ديالي، انا راني عيانه شويه بالروح. بالصحه والراحه.
نتمنى لكم شهية طيبة وديروه وتجربوه يعجبكم ان شاء الله، توجدوه في رمضان الا بقينا بالحياة. وما تنساوش الاشتراك في القناة ودعمونا باللايكات ديالكم وتشغيل الجرس باش يوصل لكم الجديد ان شاء الله. وما تنساوش ابوني. شكرا لكم بزاف.